يلا نعمل الصدور المدخنة بطريقة سهلة جدا وجميلة وبسيطة. احنا عملناها مع بعض قبل كده وبصراحة كل اللي جربها عجبتهم قوي. الوصفة دي يعني بتجيب مشاهدات عالية جدا، وهي كمان كل الناس بيحبوها وموفرة، وفي الوقت ده بتنفع طبعا في المدارس او في اي عزومات او اي حاجة مستعجلة. بجد خطيرة. شايفين شكلها حلو ازاي وطعم التتبيلة فيها خطير. هنعمل شوية صوص كده بالمشروم، تقدر طبعا تستغني عنه بس طعمها حلو قوي، وجنب شوية رز ابيض بتبقى خطيرة. انا معايا صدر فرخه واحد، وتقدري طبعا تعملي الكميه اللي تناسبك. التوابل توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وبابريكا، وهحط عليها رشه صغيره من الشطه وممكن تستغني عنه. هنا نص معلقه صغيره من ال11 بهار. انا ما حطيتش الباكيت كله، ممكن طبعا بهارات فراخ تحطي منها كمان نص معلقه صغيره. هنزل عليهم كده بمعلقتين 3 كبار من الزيت، معلقه كبيره كده من الكاتشب، وهقلب كل الكلام ده في بعضه. وهنزل عليهم بعد كده بمعلقه صغيره من دبس الرمان. لو ما عندكيش دبس الرمان ممكن تحطي نص معلقه من العسل الاسود، هتديكي يعني نفس النتيجه. ونزلت كده بعصره نص ليمونه او ليمونه، يعني لو الليمون اللي عندك صغير، وقلبتهم. التتبيله دي خطيره. هنا صدر الفرخه انا هقطع منه حته الموزه اللي بتبقى في صدر الفرخه دي، بستخدمها في حاجات تانية بعد كده، وممكن كمان تسيبيها كامله زي ما تحبي. هنتبل الكلام ده كله في قلب بعضه كده، وهنسيبهم على الاقل ساعه. انا سبتهم ساعه واحده بس. كل ما هتسيبيها في التتبيله هتبقى خطيره وبجد تجنن. جربوها، انا واثقه ان هي تعجبكم جدا جدا جدا، وسهله وبسيطه يعني، وترمي معاكي كميه كبيره من صدر فرخه واحد. حطيت معلقتين زيت على النار مع الزبده عشان بس الزبده ما تتحرقش منك. وبعدين انا عايزه ادي الفراخ صدمه قويه عشان ما تنزلش العصاره بتاعتها وتفضل جوسي كده وطريه من جوه. سبت شويه اهي من التتبيله، وهبتدي اول ما تبتدي تاخد لون كده انا بسيبها كام دقيقه على كل جهه. ما تقلقيش طبعا من اللون ده، هو دوت اللي هيديكي طعم التدخين بتاع الفراخ. طبعا لو عندك البابريكا المدخنه بتبقى حلوه جدا. انا حطيت البابريكا العاديه، تقدري تحطي ايه اللي عندك. انا حطيت صينيه كده او صاجه يعني فيها شويه ميه سخنين، وهنزل عليهم طبعا بالصدور كده من فوق على الشبكه، لان انا عايزه تكمل سواها على البخار. هحط بقى ميه مغليه، وطبعا مولعه الفرن يسخن. هتحطي شويه توابل بقى، فلفل اسود، حصى، ورق لورا. انا حطيت جزء من التتبيله، اي حاجه بس كده مع الميه اللي انت حطيتيها عشان تطلع البخار بتاعها يبقى ريحته حلوه، وتبقى افضل ريحه الفراخ قويه. انا حطيت كمان شويه من النعناع. انا دخلتها الفرن، قعدت معايا كمان نص ساعه لحد ما اتاكدت ان هي استوت كويس جدا من جوه. وممكن تقعد وقت اطول من كده، بتسيبيها تبرد. انا كمان كده ما سيبهاش تبرد قوي، كانت دافيه. بتسيبيها تبرد وبتقطعيها. الفراخ البارده دي يعني بجد خطيره، جربوها. بص، هتتقطع معاكي شرايح بقى بالسمك اللي انت عايزاه، ممكن تتقطع معاكي كمان ارفع من كده، اتخن، زي ما تحبي. شايفين بقى الكميه كمان اللي هي هتطلعها؟ بجد حلوه قوي. كل اللي جربها عجبته جدا. هستناكم تجربوها، وهستنى رايكم في التعليقات. شايفين بقى، وعملت جنبها شويه صوص كده بالمشروم، بجد تجنن. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي، شكرا انك بتشوفي الفيديو للاخر. ولو انت مش مشتركه في قناتي، هستنيكي طبعا تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لايك وشير الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي.